بإلقاء كلمة الرئاسة كلمة فخامة الرئيس الدكتور محمد مرسي. فليتفضل. شكرا معالي الأمين العام، معالي أمين عام جامعة الدول العربية، أصحاب المعالي وزراء الخارجية، الإخوة والأخوات، السيدات والسادة، يشرفني أن أتلو عليكم رسالة السيد الرئيس الدكتور محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية إلى اجتماعكم اليوم، اجتماع المعارضة السورية. معالي الأخ الدكتور نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية، أصحاب المعالي السادة الوزراء، الإخوة الأشقاء أبناء سوريا الحبيبة، أحييكم ابتداء وأرحب بكم على أرض مصر الكنانة، أرض ثورة 25 يناير المجيدة، وأحيي من خلالكم الشعب السوري الشقيق المجاهد الذي يربطنا به تاريخ طويل ونضال مجيد ومصير مشترك. فكل محطة مضيئة في تاريخ أمتنا العربية والإسلامية كانت دائما محصلة التقاء كفاح شعبين الشقيقين. هكذا حررنا بيت المقدس بقيادة صلاح الدين، وهكذا أوقفنا الغزو المغولي، وهكذا خضنا معا حرب التحرير العظيمة في أكتوبر 1973. ولا أبالغ إن قلت إن أمن العرب ومصيرهم هو رهن بالتقاء إرادة ونضال شعبين الأبيين. فسوريا لمصر هي الامتداد المباشر للأمن القومي المصري، والعكس صحيح. واستقرار سوريا وحرية شعبها في قلب اهتماماتنا، وقد كنا معا في تاريخنا القريب دولة واحدة وشعبا واحدا. الإخوة والأخوات، تجتمعون اليوم في بلدكم مصر في لحظة تاريخية فارقة، فالشعب السوري يناضل ببسالة مبهرة ويدفع ضريبة الدم من خيرة أبنائه وزهرة شبابه في مواجهة آلة قمع مجرمة لا تستثني مدنيا ولا شيخا أو طفلا أو امرأة، طلبا للحرية والعدالة والديمقراطية والكرامة الإنسانية. ومن يفهم هذه المطالب ويتعاطف معها مثل الشعب المصري الذي خرج عن بكرة أبيه قبل أكثر من عام ونصف طالبا نفس المبادئ ومغيرا مصيره وفاتحا صفحة مشرقة في تاريخه العظيم، توجها مؤخرا بإتمام عملية تحول ديمقراطي سلمي شهد لها العالم كله، لتكون إذانا بانتقال مصر إلى مرحلة البناء والنهوض واستعادة دورها التاريخي، قاطرة لنهضة الأمة العربية والإسلامية، وداعمة لنضال كل شقيق يطلب العدل والحرية والكرامة. الإخوة والأخوات، إن تضامن الشعب المصري مع شقيقه السوري هو واجب أخلاقي بمثل ما هو ضرورة استراتيجية، ورفضنا القاطع للقمع الوحشي لنضال الشرفاء من أبناء سوريا الحبيبة ليس فقط وفاء لمبادئ ثورة 25 يناير المجيدة، وإنما إيمانا بمستقبل قادم ولا ريب لسوريا الحرة القادرة والعادلة التي أبناؤها ويحصلون على ما يستحقون من حرية وكرامة، ويجددون مع إخوانهم في مصر الشراكة التاريخية بين البلدين، فتتجدد بهذه الشراكة روح الأمة وتعيش طورا جديدا من أطوار النهضة التي طال انتظارها وآن أوانها. إن باب مصر مفتوح دائما لأبناء سوريا الشقيقة المتواجدين اليوم بالآلاف في بلدهم مصر، يعيشون فيه بكل حرية ويعبرون فيه كل يوم ومن قلب ميدان التحرير عن نفس المطالب التي يعبر عنها أشقائهم
في ميادين التحرير المختلفة في كل مدينة وقرية سورية. فهمنا واحد، ودعم أشقائنا واجب على كل عربي ومسلم، ومصر كما عهدتموها دائما لا تخذل شقيقا ولا تنقص عن نصرة أخ عربي. الإخوة والأخوات، إن التزامنا الأخلاقي وواجبنا القومي يحتم علينا أن نعلن جميعا رفضنا القاطع لقمع النضال السلمي للشعب السوري الشقيق، وأن نقدم دعمنا الكامل وغير المنقوص لكفاح أشقائنا السوريين. هناك جرائم ارتكبت ضد مدنيين عزل، شيوخ ونساء وأطفال، ولا بد أن يكون هناك تحقيق فوري عادل ومحايد يحدد المسؤولين عن هذه الجرائم ويحاسبهم بشكل رادع. أما الضرورة السياسية والاستراتيجية فتملي علينا أن نترجم تعاطفنا وتضامننا إلى رؤية سياسية واضحة تحدد المبادئ والخطوط العريضة لسياسة مصر تجاه سوريا الشقيقة، ولعلي أوجز هذه المبادئ فيما يلي. أولا، إن مصر ملتزمة تماما بدعم الحفاظ على الوحدة والسلامة الإقليمية للدولة السورية، وتجنب سقوطها في هاوية التقسيم أو الصدام الطائفي أو المذهبي أو العرقي. فقوة سوريا في وحدتها، ونهضة الأمة لا تتم بغير سوريا الموحدة القوية بكل أطياف شعبها بدون تفرقة أو تمييز. وحدة سوريا وسلامتها إذن هي خط أحمر لا يقبل المساومة. ثانيا، إن الأولوية المطلقة يجب أن تكون للوقف الفوري وغير المشروط للقتل والعنف ضد المدنيين، والحفاظ على وحدة الشعب السوري بكل أطيافه ومكوناته. قتل المدنيين المطالبين بحريتهم جريمة لا يمكن السكوت عنها، ولا يمكن أن تمر بغير عقاب رادع لمرتكبيها. ثالثا، إن مصر لا تقبل بأي حال من الأحوال استمرار حمام الدم في سوريا واستمرار القمع الوحشي للمدنيين بدون حساب، وأن يرتهن الوضع المأساوي الذي تعيشه سوريا بحسابات قوى خارجية لتسجيل النقاط في صراعات لا علاقة للشعب الأبي والضحايا الأبرياء بها. على المجتمع الدولي كله مسؤولية واضحة في دعم كفاح الشعب السوري المشروع وحقه في الحرية والعدالة. هذا حق للشعب السوري غير قابل للمساومة. رابعا، إن المطلوب هو حل سياسي يحقق التغيير الذي ينشده الشعب السوري كاملا، ويجنب الدولة السورية خطر التقسيم أو التدخل الخارجي الذي ترفضه مصر رفضا مطلقا، ويؤسس لمصالحة وطنية شاملة ترأب الصدع الذي يولده القمع وتستعيد حيوية وقدرة الشعب السوري الشقيق. وقد أسفر اجتماع جنيف الأخير عن خطوات توافقت بشأنها الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن نأمل أن تساعد على تحقيق الانتقال السلمي المنشود للسلطة. خامسا، إن الطريق للحل السياسي يمر من وجهة نظر مصر عبر 3 محطات أساسية. الأولى هي توفير الدعم الكامل وغير المنقوص لمبادرة المبعوث المشترك لجامعة الدول العربية والأمم المتحدة السيد كوفي أنان بغية وقف العنف وتمكين الشعب السوري الأبي من الحفاظ على الطابع السلمي والحضاري لنضاله، وتأمين كل سوري للتعبير عن رأيه بكل حرية وفي مأمن كامل من آلة القمع الوحشية التي حصدت أرواحا زكية نحتسبها عند الله جميعا شهداء أبرارا اشتروا المستقبل المشرق بدمائهم الطاهرة. أما المحطة الثانية فجوهرها بناء موقف دولي جامع وحازم يرفض العدوان والقمع على الشعب السوري الأبي، ويتخذ كل ما يلزم من إجراءات وبكافة الوسائل المتاحة
لوقف نزيف الدم في سوريا الشقيقة. وإنني أذكر من هنا الأمم المتحدة ومجلس الأمن بمسؤوليتهم الأخلاقية والقانونية والسياسية الواضحة تجاه ما يحدث على الأرض السورية. وأما المحطة الثالثة فتكون من خلال وضع تصور واضح لحل سوري وطني يتوافق عليه السوريون تحت مظلة عربية وبدعم كامل من الأسرة الدولية. وهذه تحديدا هي في تقديري مهمة اجتماعكم اليوم. الإخوة والأخوات، إن أمام اجتماعكم اليوم مهمة تاريخية جليلة، فالشعب السوري يرنو إلى طليعته المناضلة، ينتظر منها أن تعيد له الأمل في مستقبله الذي يستحقه والذي دفع ثمنه دما طاهرا وأرواحا غالية. والقضية هنا ليست مجرد طرح شعارات عامة، وإنما بلورة رؤية سياسية تطرح المبادئ الاستراتيجية التي ستقوم عليها سوريا الجديدة القادرة العادلة، التي تصون أمنها القومي وتحفظ كرامة شعبها بكل أطيافه وبدون تمييز، وتعود رصيدا استراتيجيا أساسيا لأمتها العربية والإسلامية. ولا يخفى عليكم جميعا أن بعض مكونات الشعب السوري الأبي لديها مخاوف حقيقية لا يمكن تجاهلها حول مستقبلها في سوريا الجديدة. ومن هنا فإن اتفاقكم على رؤية واضحة للمبادئ التي ستقوم عليها سوريا الحرة من شأنه أن يشعر كل مكونات الشعب السوري أن لها مصلحة حقيقية في التحول الديمقراطي، وحقا محفوظا في لعب دورها بكل حرية كشريك كامل في بناء وطنها. وإلى جانب هذه المبادئ يتطلع الشعب السوري إلى اجتماعكم بأمل أن يخرج بخطة عملية وإجراءات ملموسة قابلة للتنفيذ لتحقيق انتقال ديمقراطي سلمي ينهي الأزمة الدموية التي عاشتها سوريا على مدى الأشهر الماضية، ويدشن مرحلة البناء والنهوض التي يتوق إليها كل سوري. وأخيرا مطلوب أيضا وبإلحاح أن ينبثق عن اجتماعكم هذا آلية واضحة لمتابعة عملكم ونضالكم المشترك تجمع كافة أطياف الشعب السوري المجاهد، وتحول المبادئ والاستراتيجيات التي ستتفقون عليها إلى خطوات عملية تقرب اليوم المنشود الذي سنحتفل فيه جميعا بانتصار كفاح الشعب السوري وتحقيقه لكل مطالبه المشروعة والعاجلة. أصحاب المعالي، الإخوة والأخوات، إن أنظار الشعب السوري الشقيق تتجه إليكم تسأل عما سيخرج عن اجتماعكم هذا لدعم نضاله المشروع في سبيل الحرية والعدالة والديمقراطية والمساواة، وتذكرنا جميعا بقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وإنني واثق من أن اجتماعكم اليوم سيفي بالعهد ويقدم رؤية واضحة للمستقبل المشرق الذي يستحقه نضال الشعب السوري الشقيق. أما نحن أشقائكم ورفاق كفاحكم في مصر فوعد منا أن تجدونا حيث عاهدتم مصر دائما، داعمين لكم ومساندين لكفاحكم العاجل، وملتزمين بوحدة واستقلال سوريا الحبيبة وسلامة شعبها الشقيق. حفظ الله سوريا الشقيقة وحمى شعبها العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.